الطيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أحمد الله كيفكم؟ إيش أخباركم؟ كيفكم؟ إيش أخباركم؟ حلاوة طبيعي مثل أنتوا شايفين إحنا قاعدين بالشمس نستنى السيارة تجي وما جاتش. لايك وشير وسبسكرايب. الأولاد مسكرين أذانيهم من صوت الطائران اللي انتوا سامعينه على الفيديو. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا بدنا نطلع على الجنوب. تم بعد اليوم اللي شفناه أمس والوضع اللي شفناه أمس لا يتحمل. هلا احنا محضرين ومجهزين حالنا مثل ما انتم شايفين انه بدنا نطلع على الجنوب. الفيديو اللي نزلته قبل هو انا صوابت والحمد لله كانت اصابتي طفيفة الحمد لله على كل حال. حسبي الله ونعم الوكيل. اتمنى منكم تدعمونا وتساعدونا ودعمكم يظل مستمر معنا وتنشروا القناة وتحطولنا لايك وتفعلوا شير. مش قادرة احكي لاني انا مثل ما حكيت تعبانة بعد اصابتي والحمد لله اللي هي اجت على قدر هيك. الحمد لله الحمد لله انها اجت على قدر هيك. واحنا هلا بنحضر حالنا انه نطلع على الجنوب ولحتى الان ما اجت السيارة. بنستنى السيارة تيجي تاخدنا وتودينا على الجنوب. الاسعار كتير غالية. يعني السيارة المركبة اللي بدها تودينا على الجنوب كتير بياخذوا اجار كتير الاسعار عندهم غالية. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد بيستغل اخوه بالاسلام. على كل واحد بيستغل فرصة مثل هاي وبعلي الاسعار. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. على كل واحد بيستغلنا. مصاصين هدول الدماء ما بخلصوا. مثل مصاصين الدماء بغلوا الاسعار 24 ساعة زي البورصة. الاسعار طالعة نازلة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما حكيت اللي حابب يدعمني يتواصل معاي على الواتس. الرقم اللي ظاهر يتواصلوا معايا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مازالني لسه في مكاني في الشمال وما طلعت على الجنوب بسبب الاسعار كتير غالية. يعني صاحب المركبة بيطلب سعر خيالي يعني سعر كتير عالي واحنا مش قادرين نطلع. هنا قاعدين في مكاننا وراح ننام الليل. يعني في الشمال ما في حق الاسعار انه ما في متوفر معي انا اني اطلع على الجنوب لان المركبة اللي راح نجيبها او نوفرها سعرها كتير مثل ما حكيت غالي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا مازالنا قاعدين تحت القصف تحت المجازر اللي جيش الاحتلال بعملها. اللي حابب يساعدني انا وعائلتي انه نطلع على الجنوب مثل ما هم بيحكوا انه الجنوب امن يتواصل معي عبر حساب الواتساب اللي ظاهر على الشاشة. لانه انا حضرت اغراضي وما فيني اطلع من دونهم لانه احنا مقبرين على شتا كمان. حتى كمان خيمتي انا كتير ممزعة فبدي اخدها رغم انها ممزعة بدي اخدها لانه القصف. الفيديو الاخير اللي انا صورت فيه ونزلته كتير كانت دمرت خيمتي وتمزعت واحنا كمان مقبرين على شتاء.
فراح تحمينا على القليلة من حر الشمس. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بيقدر يساعدني أنا وعائلتي يتواصل معاي عبر حسابي الواتساب اللي ظاهر على الشاشة، لأنه الوضع في قطاع غزة كل ما نابه بروح لأسوأ. يعني اليوم مثل ما انتم شايفين الشارع شبيه فاضي، فيش إلا احنا اللي قاعدين في المخيم. يعني أعداد قليلة من الناس، يعني أغلب هي أنا اللي جنب الناس مجهزة حالها تطلع على الجنوب. يعني أنا شوي بصفى أنا لحالي في المكان. يعني هذا المكان كان مليان ومأوي في الناس كتير كتير كتير. هلأ الناس صارت تطلع، أنا لحالي عد صفيت وما في معايا أوفر أي توصيلة نقل وأطلع فيها.